السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الطبخ مع ريتا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هذا الطبق التقليدي البركوكش الوجدي. وهو البركوكش الوجدي كيتقدم في المنطقه الشرقيه بصفه عامه. كنقدموه هكا في الزيادة ولا في ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، ولا كوجبة عشاء، وخاصة في هاد الأيام هادي ديال البرد، وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تبقاو معايا لآخر الفيديو وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله أخواتي في تحضير البركوكش ديالنا. المكونات والطريقة في نفس الوقت. عندي هنايا 4 ديال الحبات كبارين ديال المطيشة اللي غادي نقطعوهم ونطحنوهم من بعد. حبة متوسطة ولا كبيرة ديال البصلة. هنا درت البصلة حمراء. وعندي الربيع طري. هنا استعملت اخواتي كمية كبيرة ديال القزبر حيت كان عندي فيه القزبر مزرع شوية. وهذه غير واحد الكمية قليلة ديال المعدنوس. انا ما كنستعملش فيه الكرافس. من الاحسن اخواتي نستعملو هكا الربيع يكون طري، باش هكا البركوكش ديالنا كيجي فيه واحد المذاق زوين تاع الربيع طري. احسن من الربيع اللي كيكون مجمد. عندي هنا اخواتي هذا الربيع هذا اللي غادي نطحنو مع البصله والمطيشه. كنقطعها ونطحنها حتى هي في الكاس ديال الخلاط. كنطحنوها غير هكاك بلا ما، ومن بعد كنصفيوها. كنفوتوها هنايا في هاد الشبيكه هادي باش هكا كنتخلصوا من هذيك الزريعه والقشور. بهذا الشكل هذا اخواتي باش كتبقى لنا هذيك الزريعه والقشور كيبقاو لنا في الشبكه. وبالنسبه لهاد البصله هادي والربيع غادي نقطع البصله والربيع حتى هو كنقطعو. كندير هنايا واحد الكاس ديال الماء باش نطحن به البصله مع الربيع. الربيع هنا راني غير قرطته حيت غادي نطحنو كلشي. صافي كنطحنهم في الكاس ديال الخلاط. المهم انا كنفضل اخواتي هاد الطريقه هادي باش ما كيجيوناش هاك طروفه ديال الربيع في البركوكش. صافي وكندير هذاك الربيع اللي طحنته مع البصله كنضيفو على المطيشه. هذه المطيشه ديالنا اخواتي اللي طحناها والربيع مع البصله. هنا اخواتي عندي واحد الكميه ديال القديد. هذا القديد هذا فيه غير الملحه ما فيهش التوابل، الملحه فقط. رطبته تقريبا واحد كان عندي مرطب واحد 2 سوايع في الماء دافي باش هكا كتحيد منه هذيك الملحه وكيرطب شويه. غادي نصفيه وغادي نغسلو ونقطعوه هكا طريفات بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنضيفو حتى هو في الطنجره. هنا عندنا شويه ديال الحمص اللي كيكون مرطب من قبل. سواء بغيتو تفسخوه اخواتي ولا كتخليوه هكا. وعندي هنا واحد شويه ديال الفول يابس. مهم الكميه ديال الحمص وديال الفول كتبقى على حسابكم. بالنسبه للفول ما نكتروش بزاف، غير واحد الحبات وصافي. حتى الحمص ما نكتروش بزاف باش ما يجيناش البركوكش ثقيل بزاف بالقطاني. وهنا عندي اخواتي واحد الكميه ديال الكليله اللي كدار بالحليب. مهم كتباع هكا. انا عندي واحد الكميه قليله، ما غاديش نديرها كامله حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف في البركوكش. كتلقاوها شي مرات طروفه كبارين، انا هذه لقيتها هكا كتباع صغيره. غادي نغسل واحد الكميه كتغسلوها مزيان وندير غير واحد شويه. صافي درت غير هاد الكميه هذه حتى هي كتعطي مذاق زوين بزاف للبركوكش. المهم كتبقى اختياري. وهنا اخواتي غادي ندير شويه ديال الزيت نباتيه. ما غاديش نكتر بزاف حيت عندي القديد فيه الشحمه. وبالنسبه للتوابل كندير الملحه حتى هي ما غاديش نكتر بزاف حيت عندي القديد مالح. وشويه ديال الفلفل الاسود تقريبا معلقه صغيره. ومعلقه متوسطه ديال السكينجبير ولا الزنجبيل. وهنا عندي الخرقوم بلدي. عندي هنايا تقريبا معلقه صغيره ديال الكرويه مطحونه. وهنا اخواتي عندي تقريبا راس ديال معلقه صغيره ديال الكبابه حتى هي مطحونه. وهنا عندي تقريبا معلقه صغيره ديال راس الحانوت. كيبقى اختياري، بغيتو ديروه بغيتو تستغناو عليه. هذا راس الحانوت ماشي مساخن. صافي هادو هما التوابل اللي كنديرو في هذا البركوكش هذا. وبالنسبه اخواتي اللي ما بغاش هكا يدير القديد كديروا قطايع ديال اللحم سواء ديال البقري ولا ديال الغلمي.
المهم كيبقى اختياري. صافي هنا غادي نروي الطنجرة ديالي، أنا ما كنقليهمش وما كنشحرهمش، مباشرة كنرويو الطنجرة، كنديرو قياس ديال الماء اللي كطيب لنا فيه هداك القديد والحمص والفول، داكشي راه في الساع كيطيب تقريبا واحد نص ساعة ولا كيكون كلشي طايب. صافي غادي نقفل على الكوكوط وندير لها الصفارة ونخليها كطيب. وهنا اخواتي من بعد ما طابت لنا الطنجره ديالنا، المده ديال الطياب كتبقى على حساب القديد والفول والحمص دغيا كيطيبوا، كتبقى لنا غير هذاك القديد هذاك حتى هو راه دغيا كيطيب. صافي هنا اخواتي غادي نرويو الطنجره ديالنا، الا كان عندنا الروا كافي راه ما كنزيدوش، وإلا كان خاصنا كنزيدو الماء كيكون طايب غليان. صافي وكنردو الطنجرة ديالنا حتى تهز الغلية مزيان، كتغلي وتعاود، عاد كنديرو فيها البركوكش ديالنا. ومن الأحسن أخواتي حتى كنبغيوها كنحطو البركوكش نقدموه هكا للعشا ولا لأي وقيتة، عاد نديرو البركوكش ديالنا كيطيب في الساعة راه كيطيب ما كيشدش واحد الوقت طويل. هذا هو البركوكش ديالنا نتاع اليد ولا المحمصة، هذا كيكون مفتول باليد. منين نشريوه نشوفوه هكا ديال القمح اللي كيكون مزيان، كيكون رقيق شوية، باش هكا ملي كيطيب ما كيتنفخش بزاف ولا كيتحبب ولا كيتعجن. هذا هو اخواتي كيكون مصاوب باليد. انا غادي ندير غير كميه صغيره، ما غاديش ندير هاد الكميه كامله. وهنا اخواتي من بعد ما كتغلي لنا طنجره وتعاود، صافي كنديروا البركوكش ديالنا كيطيب. انا هنا راني درت غير 250 غرام ديال البركوكش، ما درتش كميه كثيره حيت هو راه كيزيد في الطياب. صافي كنحركوا الطنجره ديالنا وكنخليوها راه كتهز، المهم ما كنغفلوش عليها، كتهز الغليه عاوتاني مره اخرى ونوليو نحركوها باش هكا ما كيهودناش البركوكس في الاسفل ديال الطنجره وكيتعجن. وهنا كما قلت اخواتي مره كندوزو يدينا في الطنجره، يعني كنحركوها. هنا عندي معلقه كبيره عامره ديال مركز ديال الطماطم، غادي نضيف عليه هنا تقريبا واحد جوج مغرفات ديال الروا اللي عندنا في الطنجره، باش هكا كنحلو فيه هاد المطيشه هادي. ما كنضيفوهاش مباشره في الطنجره باش هكا ما كتحببناش، كتبقى لنا هكاك طريفات صغار. صافي من بعد ما حليت هاد المطيشه هادي حليتها بالروا، كنضيفها في الطنجره. وهنا داك الشويه اللي بقى لي في الزلافه حتى هو زدت عليه شويه ديال الروا وضفتو في الطنجره. صافي كنحركو البركوكش ديالنا، كنتسناو على الطنجره ديالنا غير كتغلي. صافي غادي نقفل عليها هنايا. هنا اخواتي قفلت عليها الكوكوط 10 ديال الدقائق، ما تفوتوهاش باش هكا البركوكش ديالكم ما يفوتش فيه الطياب بزاف ولا يتعجن ولا يتشرب بزاف الروا. هنا اخواتي 10 دقائق وحليت على الكوكوط ديالي. كيبان لكم اخواتي الطنجره باقي لنا فيها الرواء ولا المرق. الا خليناه بزاف البركوكش غادي يتشرب لنا كاع هاد الرواء هذا. من بعد كتقلبوا البركوكش ديالكم واش طايب، راه في الساع كيطيب. هنا كنضيف واحد المعلقه متوسطه ديال السمن، هاد السمن هذا كيعطينا واحد المذاق زوين بزاف للبركوكش. صافي وهاد البركوكش هذا ضروري كتخليو فيه شويه الروا حيت في الساع كيتشرب، غير كتطفيو عليه كيتشرب. صافي كنخلط هاد المعلقه ديال السمن، غير كنغطيو الطنجره ما كنوليوش نقفلو على الكوكوط حيت صافي كلشي راه طايب. هنا اخواتي كما كتشوفوا معايا راني طفيت على البركوكش، خليته 5 دقائق وطفيت عليه باش ما يتشربليش هذاك الروا كامل. صافي وغادي نقدموه بالصحه والراحه. وبالنسبه للبركوكش ديالنا ديما كنقدموه هو سخون، يعني غير كنطفيو عليه الطنجره كنقدموه باش هكا كيبقى لنا فيه الروا ديالو ولا المرق ما كيتشربناش كاع، حيت كما كنعرفوا البركوكش دغيا كيتشرب. هاد البركوكش هذا اللي كيجي لذيذ بزاف والطريقه اللي مبسطه، خاصه ملي كنديروا فيها هكا القديد والسمن الحار كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. كوجبه عشاء هكا في هاد الايام هادي ديال البرد. كنتمنى اخواتي تجربوه بطريقتي واكيد غادي يعجبكم. بركوكش اللي كيجي لذيذ بزاف
والاخوات اللي شهيتها تسمح لي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا اخواتي بلايك اللي كتنساوها لي بزاف. بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء باش هكا تعمل فائده على الجميع. والى فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. مع السلامه.